مفيش حد بينجح بالصدفة. النجاح مش بيحب العشوائية. النجاح دايما بيجي من تنظيم، إرادة، استمرارية. اسمع الكلام ده بقلبك ونفذه، وساعتها أوعدك إنك هتنجح في حياتك. أعزائي المشاهدين مصريين وعرب في كل مكان، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معاكم باسم، وما زلنا مستمرين في سلسلة نصيحتين وبس. وقبل ما نبدأ الفيديو متنساش تعمل اللايك الظريف بتاعك، شير الفيديو لغيرك علشان يستفيد، ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة. نحب بعض ونساعد بعض في كل مكان. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الفيديو. بطل تلوم الظروف، ابدأ لوم نفسك علشان فهمت متأخر. كل دقيقة بتضيعها بتتخصم من مستقبلك. طنش اللي بيضحكوا على أحلامك، دول أصلا عمرهم ما حاولوا يحلموا. التكرار بيعمل عادة، والعادة بتشكلك من جديد، وده أول طريق النجاح. قول لأ لأي حاجة تسرق تركيزك. التركيز سلاح الناجحين. النجاح مش دوشة، دي خطوات هادية بس نتيجتها بتفرقع. ما تستناش الحماس، اتحرك وهتلاقيه بيجري وراك. كل اللي انت شايفهم فوق دلوقتي بدأوا بخطوة واحدة، كفاية تأجيل وقوم خد خطوتك. النجاح محتاج صبر، مفيش حد وصل لحلمه بين يوم وليلة. حاول واستمر، النجاح مش بيحب اللي بييأس من أول وقعة. ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك امبارح. كل ما تبعد عن الناس السلبية كل ما هتقرب من حلمك. لو وقعت قوم بسرعة، السر مش في انك متوقعش، السر انك تكمل وما تستسلمش. حافظ على دايرة صحاب يشجعوك، مش ناس تشدك لورا. النجاح مش حظ، النجاح قرار. خد القرار النهاردة هتنجح بكرة. كل يوم في فرصة جديدة، بس مش هتشوفها لو فضلت تبص وراك. استثمر وقتك، لأنه أغلى من أي فلوس ممكن تكسبها. ما تقولش معرفش أبدأ منين، ابدأ بأي حاجة دلوقتي، المهم تبدأ وبلاش تأجيل. خليك فضولي، الفضول هيعلمك الحاجات الجديدة اللي هتقربك لحلمك. اعمل اللي عليك ونام مرتاح، والنجاح هيجيلك لحد عندك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استمتعتوا. يا ريت تكتب لنا في الكومنتات ايه أكتر نصيحة عجبتك، وما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو لكل أصحابك. ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة. وكل اللي وصل لهنا حب أقولك أنت صديق القناة، اثبت وجودك في تعليق، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.